شوقي شقته اتحرقت. شوقي شقته اتحرقت يا جدعان. شوقي شقته اتحرقت. شوقي شقته اتحرقت. الكلام ده سوري يا جدعان، ما حدش يعرفه غيري. شوقي ستاه ايه ده؟ معلش يا جماعه، طبعا انا اساسا سوري على الجو ده عشان انا بفتتح دار نشر، فبدات انشر في شغلي يعني. موضوع شوقي ده يا جماعه موضوع كبير قوي على فكره، وحكايه شقه شوقي دي حكايه يمكن يعني هحكيها لاول مره. شوقي مواطن عادي جدا ساكن في شارع من شوارع مصر الجديده. شوقي سافر يجيب حاجه من البلد، ولما رجع ظهر دخان جاي من شقته، وبعدها بساعه شوقي اختفى والدخان كمان. شوقي ساكن في الدور السابع، ولان في مصر كل واحد في حاله طبعا طبعا في حاله، ما حدش ياخد باله من التاني خالص، ولا ياخد باله من شوقي، ولا عارف شوقي بيعمل ايه، ولا ايه الاخبار، ولا عمل ايه. فخبر الدخان اللي طلع من شقه شوقي اتنقل للجيران تاني يوم، وتناقلوا الجيران، وكل واحد بقى ادلى بدلوه. ودلوه هنا اصبح ملوش علاقه بالجردل، دلوه هنا بقى حد بينقل المواضيع لبعضها. زكيه جارة شوقي في الدور السادس قالت: الشقه ولعت، اصله نسي الانبوبه، انبوبه البوتاجاز يعني، نسيها مفتوحه يا اخويا، وسافر والدخان كان جايب اخر الدنيا، الحمد لله انها ما انفجرتش. الحاج صبري بقى في الدور الخامس قال: شوقي ده راجل غلبان وفي حاله ووحداني، تلاقيه يا عيني من كتر الهم نسي حاجه على النار، وده اللي ولع الدنيا. في الدور الرابع الست سهام المطلقه حديثا، واللي شوقي مش بيديها ريق حلو، لما سمعت الموضوع قالت: ده فلاتي وبتاع نسوان. تلاقيه كان جايب واحده من اياهم، ولما حس ان احنا هنقفشه نزل هو وهي بسرعه وساب البيض على النار، فقش فرقع مسكت النار في الشقه. في الدور الثالث بقى ساجن فوزي الكهربائي، اللي لما سمع الخبر قال: من يوم ما شوقي ده سكن بقى بقول له كهرباء الشقه محتاجه تظبيط، اكيد الصحان الجديد اللي جابه هو السبب في اللي حصل. متكهرب اصله من شوقي جامد. وفي الدور الثاني ساكنه الحاجه عنايات، واللي قالت: يا اختي على الواد، يا عيني يا عيني جاي من العراق شايل شيء وشويات، قروا عليه والعين فلقت الحجر. دي مش هتولع حريقه، دي هتولع الدنيا. في الدور الاول ساكن عبد العزيز اللي شهرته كولومبو، ولما عرف بالموضوع الحريقه ده قال: الحكايه دي وراها حد من الثلاثه، يا شيشه يا بايب يا عقب سجاره، لو عرفت الحل اتصل بيا. اما عم عثمان البواب بقى فقال: والله يا شيخ انا عرفت الحل صعب خالص، خلي الشقه تولع. وفي البدروم بقى ساكنه ست ثانيه، والمؤمنه تماما بموضوع يعني العفاريت والجن والحاجات دي، فقالت: عشان تنقشتوت انا قلت لهم الاول العباره دي مسكونه وفيها عفاريت، بيولعوها الصبح وبيطفوها بالليل. خفر الدخان والحريقه وصل لمصر كلها، والشارع اللي وراهم قالوا: الحقوا في انبوبه انفجرت ودمرت دورين، واللي قال اصابه 15 و3 ماتوا. اما الجرايد فجت منشطتها تاني يوم هاديه جدا: حريق هائل في شقه مصر الجديده. والادله المبدئيه تشير الى جريمه تعمد. المتهم الاول يدعى ماس كهربائي كالعاده، مختل عقليا وجاري البحث عنه. انا امبارح بالصدفه يا جماعه كنت في مصر الجديده، وقابلت عم شوقي في شقته، وقال لي بنفسه: مفيش حريقه ولا حاجه يا بروف، ده انا كنت جايب بطه سمينه بلدي كده وبحمرها في زيت قديم شويه، فهو اللي عمل الدخله دي. بالهنا والشفا يا عم شوقي على البطه وعلى الاشاعات، واشاعات اشاعات اشاعات اشاعات. يا عم اطلع يا عم حسن، يا عم اطلع بدل ما تطلعوا اشاعات. بطه شوقي ولا بطه شوقي ايه؟ ما بحبش اسمع اشاعات، لان الاشاعات ممكن تودي في داهيه فعلا. فاهم حاجه ان احنا ننصح الناس ما تمشيش ورا الاشاعات، يعني هي الاشاعات تودي في مصيبه. هو الشعب المصري، عادة الشعب المصري، العادات والتقاليد بتاعتنا القديمه دي حاجات متوارثه،
متوارثه عندنا ومن زمان متعودين عليها. والله حضرتك اشاعات كتيره، مثلا تسمع حاجات مثلا في البلد اولا ما فيهاش امكانيات، الناس يعني قريبه للايه، يعني تلقط الاشاعه، مثلا في كذا بيحصل، ما فيش انضباط. اكتر شغلانه بكتر فيها الاشاعات اللي هي كطائفه المعمار، كالمادة الخامه، يعني مثلا الاسمنت، الحديد، السيراميك، ما فيش حاجه فيها انضباط نهائي. اشاعات المنشطات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، سواء كان الكابتن احمد حسن او كان بركات، اشاعات غريبه كتيره كمان. اعلام غير هادف، اعلام غير هادف او غير منظم، بلاش غير هادف، عشان احنا شعب طيب. عن نفسي انا قالوا ان انا عندي رصيد في البنك. قلت لهم طيب شو كويس. الفن والنجوم الكوره، خاصه الفن، فلان اتشاف مع فلان يبقى خلاص اتجوزوا عرفي. والله سمعت ان في اصلاح هيتم كتير بالنسبه للدستور والتعديل، اصلاحات في البلد كلها يعني، بس نفسنا نلاقي حاجه زي كده. والله الحاجات الحكوميه هي منبع الاشاعه يعني. اشاعه ان كيلو لحمه ب 100 جنيه، اكتر بلد فيها اشاعات عشان الشعب كتير يعني، بقينا كتير يعني. هيكون مين؟ هم المصريين. المصريين، كل المصريين وكل الفئات، القطاع الحكومي. في النميمه وفي في كل البدع يعني. في ديناصور طار من جنينة الحيوانات ورفع جناحاته وهسد شعاع الشمس، وكانت حاجات غريبة يعني. مثلا واحد بيشوف حاجة يقول دي حصلت، دي كذا كذا وكذا كذا، بيحب يتكلم كتير يعني. أغرب حاجة سمعتها أنا سمعت إن أنا سبت الشغل. أصحابي كانوا عاملين إشاعة كده إن أنا سبت الشغل عشان كان بقالي يومين أجازة أي إعلام يكون قاعد في مجاله ويعمل إشاعة مستفيد هو منه. الشباب فاضية وبتقعد تتكلم، مش عارف والله، البطالة والفراغ والناس مش لاقي حاجة تعملها. أغرب إشاعة عن نفسي سمعتها، ما صاحبتي سابتني، كانت إشاعة. مفيش، اتضايقت طبعا يعني. واحد صاحبي اشتغلني كبة إبريل بقى، الوسط الفني، الميديا. إشاعات إشاعات إشاعات، كترت في بلدنا الإشاعات، خربت بيتنا الإشاعات. البلد مليانة إشاعات وفي كل المجالات، بتظهر وبتطلع بسرعة البرق. كل اللي أقدر أقوله لكم إن حياتنا كلها مليانة إشاعات. شيرين عبد اللطيف، هلو ايجيبت. خربت بيتنا الاشاعات، اشاعات